مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم عن الابنورمال جيت في حالات السي بي. اول حاجه عشان الشخص يمشي بشكل طبيعي وبجيت طبيعيه في متطلبات لده. اول حاجه انه في اللور ليمب لازم يكون ستيبل في مرحله الستانس فيز. تاني حاجة إنه يقدر إن هو يرفع رجليه من على الأرض بشكل واضح وبشكل كويس في مرحلة السوينج فيز. والحاجة التالتة إن هو يعرف يحط رجليه في دورسي فليكشن في التيرمينال سوينج، يعني واحنا بننهي السوينج فيز بنحط رجلينا بناخدها في دورسي فليكشن عشان نبتدي الستانس فيز. فهو proper positioning of the foot in the dorsiflexion in terminal swing phase. وبعد كده الاديكويت ستيب لينس، انه طول الليمب بتاعه يكون طول الستيب لينس تكون كفاية ان هو يمشي بشكل كويس، وانه يبقى فيه سيف للباور بتاعه للانرجي بتاعته. بعد كده في 4 حاجات عندنا بتخلي الجيت بشكل مش طبيعي. أولهم الويكنس، لو في abnormal body alignment، لو في muscle contracture، لو في spasticity، كل الحاجات دي بتخلي الجيت شكلها مش طبيعي. بعد كده الهيميبليجيك جيت، معظم الأطفال في حالات الهيميبليجيا بيقدروا إن هم يمشوا بشكل مستقل، يعني معتمدين على نفسهم من غير مساعدة، من غير assistive device، في خلال من 15 ل 24 شهر. وده بيكون في الحالات اللي هي المايلد هيميبليجيا هو اللي بيحصل فيهم كده. لكن في الحالات السيفير اللي هما الشخص الناحية الانفولفد، اللي هو الناحية اللي فيها مشكلة، في abnormality فوق الني، وفي نفس الوقت في increase في التون، وفي muscle weakness في الناحية السليمة، فدول ما بيقدروش يمشوا لغاية من بعد 3 سنين بيبتدوا ان هم يتحسنوا او يبتدوا ان هم يمشوا. لما بنبص على البيشنت اللي عنده سي بي وهو ماشي، بنلاحظ ان وهو بيعمل ويت شيفت للناحيه الافكتد، ده بيحصل بشكل اسيمتريكال، يعني لما بيعمل الويت شيفت على الناحيه الافكتد بيبقى مش نفس الدرجه للناحيه الان افكتد. وبعد كده بيقول لنا انه الجسم بتاعه بتبقى السكابولا متاخده في ريتراكشن، والبلفس متاخد بوستيريور، البلفس بتاعه لافف بوستيريور في الناحيه الافكتد، يعني الناحيه الافكتد دي البلفس بتاعها لافف بوستيريور راجع لورا، والسكابولا بتاعته ريتراكتد. على عكس الناحيه التانية السليمه مختلف عن كده، البلفس بيكون لافف فيها لقدام لان هو ده الليمب اللي بيعتمد عليه اكتر. الارم سوينج، الناحية الافكتد بيبقى الارم فيها مفيش سوينج، اللي هو بيبقى الارم حاطه جنبه وما بيتحركش وهو ماشي. لكن الناحية التانية بتبقى الارم سوينج فيها كويسة. الناحية الافكتد بيبقى واخد الارم في هايبر اكستنشن والالبو فليكشن، واخد البوزيشن بتاع الهيميبليجيك باترن. لكن الناحية الافكتد بيبقى فيها، الناحية الان افكتد بيبقى فيها الارم سوينج عادي. بعد كده الباترنز بتاعة الهيميبليجيا، عندنا 4 باترن. الأربعة باترن دول متقسمين من الأبسط للأصعب، يعني من الحاجات البسيطة حاجة واحدة اللي بايظة أو حاجة بسيطة كده، نبتدي نزود في المشكلة تكبر 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 لغاية لما تديني تايب 4. أول تايب ده عندنا الدورسي فليكسور، هم اللي ضعاف ويك دورسي فليكسور، فالبيشنت يبقى ماشي بدروب فوت. تايب 2 عندنا الجاستروسوليس كونتراكتد قوي فواخدين الليمب في دروب فوت. رقم 3 هنزود على الجاسترو سوليس كمان الهامسترنج فيها سباستيستي والكوادريسبس فيها سباستيستي. تايب 4 الجاسترو سوليس فيها سباستيستي والكوادريسبس فيها سباستيستي والهامسترنج سباستيك والهيب فليكسور سباستيك. يبقى احنا بنبتدي من حاجه واحده فيها مشكله، نبتدي نزود 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 في الحاجات لغايه تايب 4 معظم الليمب تقريبا سباستيك. نيجي بقى نمسك تايب ونشرحه بالتفصيل. عندنا تايب 1 اللي هو دروب فوت. يقول لك ايه في الدروب فوت؟ احنا عندنا البيشنت ماشي في دروب فوت بس هو يقدر يجيب دورسي فليكشن باسيف، يعني مفيش سباستيستي في تايب 1، بس هو كل المشكله ان في ويكنس في الدورسي فليكس اللي هي التبياليس انتيريو، ده فيها ويكنس قوي جدا، فالليمب متاخد في دروب فوت. بس ايه، هي سليم، هو بيقدر ان هو يجيب دورسي فليكشن باسيف بس ما بيقدرش يجيبه ايه اكتف. طيب البيشنت ده وهو ماشي في المرحلة بتاعة السوينج فيس بيحتاج ان هو يزود الني فليكشن بتاعه علشان خاطر يقدر ينقل رجليه، وكمان بيعمل هايبر فليكشن في الهيب جوينت في مرحلة السوينج فيس، وبيزود اللوردوتيك كيرف في اللمبر علشان يعمل كومبنسيشن للطول بتاع الليمب. مش هي الني المفروض بتبقى باخدها في دورسي وانا في السوينج فيس، فهي متاخده في بلانتر وقع، فانا عايزه امسك، عايزه اعوض الوقعان بتاعها ده، عايزه اعوض فرق الطول اللي حصل ده، فبعمل ايه؟ بزود الني فليكشن وبزود الهيب فليكشن، وكمان انا زودت الني والهيب فليكشن
فبزود اللمبر لوردوزز، بزود اللمبر اكستنشن عشان اعوض الخلل اللي حصل ده. طيب العلاج بتاع الموضوع ده بيكون ايه؟ بستخدم الليف سبرينج او الارتيكوليتنج انكل فوت اورثوزس، وبعمل سترينثينج للتبيالس انتيريور ماسل في الناحيه ايه الافكتد. في تايب 2 المشكله في الجاستروسولياس. الجاستروسولياس دي فيها كونتراكشر، فيها سباستيستي، وسباستيستي عاليه قوي، فبتمنع لي الني من ان هي تتاخد في فليكشن. تمام؟ يبقى انا عندي في تايب 2 نفس النظام، في دروب فوت، بس الدروب فوت مش المشكله ان التبيالس انتيريور ضعيفه، لا التبيالس انتيريور كويسه، بس المشكله ان الجاستروسولياس هي اللي قفشه قوي فواخدالي اللب في دروب فوت. وفي نفس النظام من كتر ما هي سباستيك قوي فهي منع الني تتاخد في فليكشن، منع ان التيبيا تتحرك لقدام في الستانس فيس علشان يديني الني فليكشن اللي احنا محتاجينه واحنا بنمشي. ككومبنسيشن ميكانيزم للي حاصل ده، البيشنت هيعمل ايه؟ هيضطر ان هو هايبر فليكس الهيب ويعمل اكستنشن في اللمبر زياده علشان يكمبنسيت الطول اللي حاصل في الرجليه، عشان هي رجليه متاخده في دروب فوت. يبقى هو بيقول لي ان تايب 2 ده الموست كومن، عندي الرجل متاخده في بلانتر فليكشن في الجيت سايكل، والني متاخده في فول اكستنشن او ريكيرفيتم يعني الرجل متاخده في هايبر اكستنشن في المرحله بتاعه الستانس فيز. ككومبنسيشن ميكانيزم لكده، البيشنت او الطفل ده وهو ماشي بيعمل هايبر فليكشن في الهيب وبيزود اللوردوتيك كيرف عشان يعوض الطول اللي حاصل في رجليه. بعد كده بيقول لي ان الكونتراكشر بتاع الترايسبس شور اللي هي دي الجاستروسوليس، الاثنين مع بعض اسمهم ترايسبس شور، ده بيمنع التيبيا من ان هي تتحرك قدام على الرجل في المرحله بتاعه الستانس فيس، فده بيديني ان الني بتفضل في اكستنشن او هايبر اكستنشن في الميدل وفي التيرمينال ستانس فيس. فالبيشنت او الطفل بيعمل هايبر فليكشن في الهيب وبيكستند اللمبر زياده. يبقى احنا عندنا في تايب 1 كان ان البيشنت عنده دروب فوت بس بسبب الويكنس بتاع التبيالس انتيريور، فككومبنسيشن ميكانيزم البيشنت بيعمل هايبر فليكشن في الني وفي الهيب وبيعمل لوردوتك، بيزود اللوردوزس في اللمبر. لكن في تايب 2 احنا عندنا الني فيها مشكله، الني هنا ستك في مكانها في اكستنشن، فبيعمل ايه ككومبنسيشن ميكانيزم؟ بيعمل هايبر فليكشن في الهيب وبيزود اللوردوتك كيرف. طيب التريتمنت بتاع الموضوع ده بيكون ايه؟ بنعمل جاستروكنيميوس ستريتشنج، وبنعمل برولونجد ستريتش، بنلبسه افو اللي هي هنجد افو، بنحط البيشنت في بلانت، بنمنع البلانتر فليكشن وبنمنع الريكورفيتم، وممكن نحقن بوتوكس في الجاستروكنيميوس. ولو الاكيلس تندون في مشكله او في كونتراكشر ومحتاج يتطول، بتتعمل مثلا سيرجري بتطوله. بعد كده بيقول لنا نوت مهمة قوي انه تايب 1 وتايب 2 في الهيميبليجيك باترن بيكون عندهم ليج لينس ديسكريبنسي سنتي او 2 سنتي، بس ده ما بنعملوش كوركشن بان احنا نلبسه انسول او شوز ليفت، لانه ده هيأثر او هيعمل لي مشكلة في ان هو يعمل تو كليرنس في المرحلة بتاعة السوينج فيس في الناحية الافكتد، ان الانسول ده بيبقى برضو ليه سمك سنتي او 2 سنتي، وهو اصلا الفرق سنتي او 2 سنتي في الطول، فهعمل مشكلة، البيشنت هيعمل مجهود اكبر وهو بيرفع رجليه، مش بنلبسه اي انسول. تايب 3 يقول لك نفس الحاجات اللي احنا قلناها في تايب 2، وان برضو الني ما بتتحركش، بس الني الموفمنت بتاعتها قليله وبالذات في السوينج فيس، وده بسبب الكوادريسبس والهامسترنج كو كونتراكشن، برضو بيبقى فيهم سباستيستي وكونتراكشن، وان العلاج بتاعها نفس العلاج بتاع تايب 2، بس بنزود عليه ان احنا بنعمل هامسترنج ستريتش وبنحقنها بوتوكس، وممكن نلبسه برضو ابو زي ما احنا قلناها في تايب 2، وبنعمل ماسل لينسنينج، بنعمل استرتشات للاوفر اكتيف او الكونتراكتد هامسترينج تندون. تايب 4 اللي هو اصعبهم يقول انه additional restriction motion بتاعه الني وبتاعه الني، كمان الهيب متاخد، الهيب فليكسو فيهم هايبر اكتيفيتي اللي هم الاليوزوز، وكمان الهيب ادكتور، يعني الاليوزوز والادكتور كمان فيهم مشكله، وده بيمنع البلفس ان هو يتحرك، بيمنع الهيب ان هو يتاخد في اكستنشن التيرمينال ستانس فيس، مش هو في نهايه الستانس فيس بيشنت خلاص رايح في السوينج فيس فبيعمل هيب اكستنشن عشان يرفع رجليه، فالسباستيستي اللي موجوده في الاليوزوز بتمنع البيشنت ان هو يقدر ياخد رجليه في هيب اكستنشن. في حاجه مش كومن في الاطفال، في المرحله دي مش كومن في الاطفال،
وإن الأطفال اللي بيبقى عندهم تايب 4 دول بتبقى الفيمر متاخدة في انتي فيرجن من كتر ما الإليزوز شادة وسحبة يعني شد الدنيا قدام قوي، فالفيمر بتبقى متاخدة في انتي فيرجن. وإن الأطفال في تايب 4 دول بيبقى فيه ليج لينس ديسكريبنسي، بس هنا بقى احنا بنحتاج شو ليفت بنلبسهم انسول. نيجي للدايبليجيك جيت. اول حاجه اكوينس جيت. الاكوينس جيت دي معناها ان الانكل متاخد في بلانتر فليكشن، يعني البيشنت ده بيمشي على صوابعه. بيمشي على صوابعه ليه؟ بسبب سباستيستي عاليه قوي في الجاستروسوليس. تمام. الطفل ده احيانا علشان يتخلص من الاكوينس جيت دي ومن البلانتر فليكشن اللي في رجليه ده، بيقوم عامل هايبر اكستنشن في الني علشان يعوض طول شويه في رجليه تحت، عشان يعرف ينزل الانكل على الارض. فهو كده بيخفي الاكوينس ده. العلاج بتاعه ان احنا بنحقن بوتوكس عشان نقلل الباستيستي دي، فنحسن او نزود الاستابيليتي في المرحله بتاعه الستانس فيز، او ممكن نلبسه سوليد او هنجد. كده البلينو فالجوس جيت او الاكوينو فالجوس جيت. الاكوينو فالجوس جيت دي بتتميز بايه؟ ان احنا عندنا الانكل نفسه اللي هي الجزئيه دي الهند فوت، اللي هو الكالكينيوس والتيلا، دي اسمهم الهند فوت. تمام. متاخده في الشكل ده في البوزيشن ده. وعندنا الميد فوت، والميد فوت اللي هم البون الميتاتارسل، والفور فوت اللي هم التوز نفسها. تمام. الكالكينيوس والتيلس متاخدين في البوزيشن ده اللي هم في الشكل ده، والميد فوت والفور فوت متاخدين في برونيشن. تمام. فبيقولك ان البيشنت ده بيحمل على الميديال اسبكت بتاع رجليه، بيحمل على صوابعه الناحيه الميديال اكتر. الحاله دي بتحصل بسبب ويكنس في البلانتر فليكسور ماسل، وبالذات التبياليس بوستيريور. تمام. البيشنت كده محمل على نص الانكل بتاعه، على نص رجليه، فده بيعمل له انستابيليتي، بيقلل الاستابيليتي بتاعته في المرحله بتاعه الميد ستانس فيز. تمام. بعد كده بيقولك ان ده بيعمل اكسسيف لودنج، انا كده بزود الحمل على البلانتر والميديال بورشن بتاع الفوق. بعد كده بيقولك ان التبياليس انتيريور والترايسبس اللي هم اصلا ضعاف القوه، الفورس اللي هم بيعملوها بيطلعوها بتقل كمان زياده بسبب المال الاينمنت بتاع الميد فوت والفور فوت. والماسكولار ديسفانكشن اللي حصل ده، المشكله اللي حصلت دي بتخلي الفوت تقع اكتر في جريتر بلانو فالجوس، يعني بتاخد الشكل اللي هي واخداه اسوأ منه، بيزيد زياده في المرحله بتاعه الميد والليتستنس فيز. في الكراش جيت عندنا المشكله في الهامسترينج ماسل هي اوفر اكتف في المرحله بتاعه الستانس فيز. فالبيشنت ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى الهيب بتاعه في فليكشن والني بتاعه في فليكشن. بسبب البوزيشن بتاع الماسل ده، بسبب المشكله بتاعه الهامسترينج دي، البيشنت بيبقى عنده مشكله ان هو يعمل دورسي فليكشن او يعمل هيب اكستنشن او يعمل ني اكستنشن وهو واقف وهو بيمشي. بسبب ايه؟ بسبب السباستيستي او المشكله بتاعه الهامسترنج. والموضوع ده بيبقى اصعب اكتر في الاطفال اللي هي ايه وزنها زياده. كده بيقول لنا ان في الجيت البلانتر فليكسورز ماسل دول ليهم كريتيكال امبورتنس في ان هم يحافظوا على النيف اكستنشن، وان في النورمال جيت العاديه السوليوس ماسل دي الماسل الوحيده اللي هي اكتف، اللي هي ليها دور في الميد ستانس فيز انها تكنترول الني اكستنشن. بعد كده بيقولك انه في الستانس فيز الليمب ده كده بيكون في كلوزد كاينيتيك تشين. فالاكسنتريك اكتيفيتي، انا البلانتر فليكشن وانا بعمل دورسي فليكشن، فانا كده بعمل اكسنتريك موفمنت للبلانتر فليكسور، انا كده شغال اكسنتريك للبلانتر فليكسور وانا باخدها في دورسي فليكشن. مش عارفه هي وصلت ولا لا، بس الاكسنتريك اكتيفيتي بتاع البلانتر فليكشن ده كده بيعمل ريستريكشن للانكل دورسي فليكشن. فالحركه دي بتحافظ على الني اكستنشن في الجريد بتاعها في الدرجه اللي هي المطلوبه. فلما بيكون في بلانتر فليكسور ويكنس، فده بيأثر على الافكتيفنس بتاعه النورمال ميكانيزم بتاع الجيت، وبيخلي الليمب يروح في الكراوتش جيت اللي هو ني فليكشن وني فليكشن وهيب فليكشن. يبقى تاني البلانتر فليكسور ماسل هم اللي بيعملوا كنترول للني اكستنشن. الني فليكشن الزايد اللي موجود عندنا في الكراوتش جيت ده بيحمل زيادة وبيحط الكوادريسبس في مور ستريتش، فالمور ستريتش ده وهي اصلا ضعيفة فبيدخلنا في مشاكل زي الباتيلر او اللاترال باتيلو فيمور سيندروم. والبوزيشن ده بتاع الني فليكشن والهيب فليكشن بيقلل السترايد لينس اللي وهو ماشي، وبيقلل الفلوسيتي بتاعة الووكينج. نيجي بعد كده للجامب ني جيت.
الجامب ني جيت من اسمها البيشنت هو ماشي كأنه بينط. البيشنت يبقى البلبس بتاعه لافف انتيريور، وبالتالي عامل هيب فليكشن وعامل ني فليكشن، والانكل اكوينس يعني ماشي على طراطيف صوابعه، وفي اوفر اكتيفيتي في الهامسترنج، وده مزود لي الني فليكشن في السوينج فيس، في الليت سوينج فيس وفي الايرلي ستانس فيس. يعني البيشنت هو بيرفع رجله من على الارض وهو بيحطها، الني فليكشن عندنا زايد، فهو ماشي بيبقى ماشي كأنه ايه بينط. يبقى تاني البلفس بتاعه في الجامب ني جيت لافف انتيريور، وفي هيب فليكشن وفي ني فليكشن وماشي على طراطيف صوابعه. الني فليكشن بيبقى زيادة، فهو ماشي في اوفر اكتيفيتي في الهامسترنج، فالاوفر اكتيفيتي في الهامسترنج ده ساحب الني في فليكشن، فهو ماشي بيبقى بينط كده ايه على طراطيف صوابعه. وبعد كده بيقول معلومة إنه في الليت ستانس فيز بيبقى فيه strong quadriceps contraction، والبيشنت بيبقى ظاهر إن هو بينط برضه في الجزئية دي. أنا مش فاهماها قوي بس يعني هي مكتوبة كده. وبعد كده بيقولك إن الأنكل doesn't progress into greater dorsiflexion، يعني البيشنت إنه بيقارن هنا ما بين الجامب ني جيت والكراتش جيت، إنه هنا الأنكل مش متاخد dorsiflexion، لا هو متاخد في plantar flexion، على عكس الكراتش جيت اللي بتبقى متاخده في دورسي فليكشن. يعني هنا البيشنت بينزل بالجيت بتاعته على صوابعه، في الكراتش جيت بينزل على الكالكينس، بينزل على الانكل نفسه. وهنا التريتمنت بتاع الحالات دي يا اما بيتحقن بوتوكس في الكف وفي الهامسترنج، او بيلبس ايه عفو. نيجي بعد كده للستيفني جيت. هما بعد كده الجيتس اللي جايين سهلين قوي. الستيفني جيت دي بتتميز بايه؟ المشكله عندنا هنا في الريكتس فيموريس. الريكتس فيموريس هي الاوفر اكتف، فمخليالي الني اكستنشن ومزوده الاكستنشن بتاع الني، فهي دي المشكله. طب انا وانا بمشي في السوينج فيس محتاجه ان انا اخد الني في فليكشن، فهو مش عارف يعمل ده بسبب الاكستنشن الزياده بتاع الني. فهو البيشنت بقى بيعمل ايه؟ بيعمل يا اما بيمشي بسيركمدكشن جيت، يا إما بيعمل حاجة اسمها vaulting. vaulting دي يعني بيعمل contralateral plantar flexion. مش احنا واحنا ماشيين لما بتكون مثلا رجلينا وجعانة كده وبنقلبها، يعني بنلفها أو بنزك كده رجلينا، بنقوم عاملين plantar flexion في الرجل اللي هي السليمة، بحيث ان احنا نرفع يعني نخلي البلفس يلف upward كده في الناحية التعبانة، بحيث انه نعوض الطول بتاع الرجل. يبقى هو بيعمل الفولتنج ده، بيعمل contralateral plantar flexion أو بيعمل abduction في السوينج فيس، وبيعمل upward pelvic tilt في الناحية اللي تعبانة، وبيلف باكسترنال روتيشن علشان يلف رجليه، علشان رجليه من تحت الانكل ما يحكش في الارض. في الستيفني جيت لما الرجل بتكون في اكستنشن ومش عارف ياخدها في فليكشن، الديجري بتاعت الني فليكشن قليله، فالسبيد نفسها بتاعت الووكينج بتقل. نيجي بعد كده للريكيربيتوم جيت. الريكيربيتوم جيت شبه الستيفني جيت في حته ان الني في اكستنشن، الني برضو متاخده في هايبر اكستنشن. هنا بيقول لك ان الني متاخده في اكستنشن في الايرلي ستانس فيز، تمام، وفي ال progressing to hyper extension في الميد والليت ستانس فيز في الجيت. الرجل هنا بتبقى في هايبر اكستنشن بسبب ايه؟ بسبب ان في سباستيسي في الجاستروكنيميوس. يعني هنا المشكله في الجاستروكنيميوس هي السباستيك، فمنع ان الني تتاخد في فليكشن، والبيشنت بيبقى ماشي برضو على طراطيف صوابعه، الرجل متاخده معاه في اكواينس في بلانتر فليكشن، فبسبب الانكريز بتاع السباستيستي اللي في جاستروكنيميوس دي هي اللي منعاني الني فليكشن ومخليالي الانكل في بلانتر فليكشن. وبيقول لك كمان ان بيبقى فيه سباستيستي في الاوليوزوس، فانا كده محافظه على الني ان هي في متاخده في اكستنشن مش عارفه تتحرك خالص. والعلاج بتاعها بيبقى ان انا بستخدم السوليد مافو دي اللي هي بيلبس كبيره، يعني بتخلي الني تتاخد في فليكشن شويه، وبتعمل دورسي فليكشن والتفاصيل دي. يعني كده الستيفني جيت المشكلة بتكون في الريكتوس فيموريس، لكن في الريكيربيتوم جيت المشكلة فين؟ في الجاستروكنيميوس. بعد كده الكوادريبليجيك جيت بيقولك انه ليه كذا تايبس، منهم الستيفني والكراوتش جيت والهيب فليكشن والانتوينج والاكواينس والاكسسيف هيلب ابدكشن والسيزورين، كل دي اشكال اشكال في الجيتس في الكوادريبليجيك جيت. بعد كده الاسيتوتيك جيت. الاسيتوتيك جيت دي ده الشكل بتاعها، دي الصورة اللي انا لقيتها لها على النت، تمام. بيقولك ان الرجلين دي بتكون متاخده في فليكشن، وبتنزل لتحت في الستانس فيس، بتبقى في اكستنشن مع ادكشن انترنال روتيشن بلانتر فليكشن. يبقى شكل الجيت بتاعته اكستنشن ادكشن انترنال روتيشن بلانتر فليكشن. وهو قاعد الهيب بيكون في سلايتلي فليكسد زي الصوره كده، هو في فليكشن، واللمبر سباين هايبر اكستنشن هايبر اكستندد، والثوراسيك سباين ده لافف
ناحية with capital hyperextension ومتاخد في flexion وروتيشن مع السيرفايكال سباين متاخدة في روتيشن والجو جاتنج فورورد وروتيتد تو وان سايد زي الصورة بالظبط، هو بيبقى قاعد عامل كده، ده شكل. بعد كده الاتاكسيك جيت، في الاتاكسيك جيت بيقولك ان هي المميز فيها انه بيبقى فيه جنرال انستيدنس، يعني هو مش مستعد دايما لان هو ياخد ستيب، وبتبقى الستيب بتاعته وايد بيز وإيريجولر وفي incoordination وفي prolonged stance duration، الفترة الستانس فيز دي بتبقى prolonged، والفترة اللي بيبقى محمل فيها اللي هي الدبل ليمب سبورت دي بيكون وقتها طويل، وبيبقى ماشي بسرعة بطيئة، وبيبقى فيه large body sway، السويز بتاعته بياخدها ايه اللي هو ماشي بيتمرجح كده. ده كده كانت المحاضرة بتاعة الجيت، أتمنى تكونوا فهمتوا وأكون فعلا ساعدتكم، ولو محتاجين أي حاجة ابعتولي، وبس كده.